اليوم رح نعمل خلينا نقول غوص أعمق بمقتطفات من نص عنوانه وقعنا بالصدفة وطلعنا قصة. هي عبارة عن مشاهد قصيرة لمحات هيك عن لقاء بيصير بين سليم ورهف بدمشق. والمهم هون إنه نتبع كيف علاقتهم تطورت، بلشت بصدفة محضة تماماً، وكيف هالشي تداخل مع كتابة قصة، تحديداً سيناريو عم تشتغل عليه رهف. خلينا نبدأ نفكك هاللحظات الأولى. المثير للاهتمام فعلاً هو كيف البداية كانت. يعني حدث كتير عادي ويومي، سكب القهوة، مثل ما بيبين من جملة سليم: معقول وقعت على قهوتك؟ هالحادثة البسيطة تحولت فوراً لشرارة. مش بس إنه اعتذار وخلاص، لا، فتح حوار وكشف فوراً إنه رهف كاتبة وعم بتدور على نهاية غير تقليدية لقصة حب. فالصدفة من أول لحظة هي المحرك الأساسي، وكمان مدخل لشخصية رهف. بالضبط، والمشهد اللي بعده بيعزز هالفكرة. فكرة إنه الصدفة كأنها ما بعرف عم تلعب دور واعي. لقائهم مرة تانية وعلى نفس الطاولة بالذات. تعليق رهف الساخر: يمكن الطاولة هي اللي عم تكتب القصة مو أنا. يعني هذا التعليق بخلي الواحد يسأل: هل هي بس صدف ورا بعض ولا في شيء تاني عم يتشكل؟ يمكن حتى وعي الشخصيات بهالنمط الغريب. تماماً، هي نقطة الطاولة، هي الجسر بين الصدفة البحتة وبين بداية التفاعل المقصود. عرض سليم للمساعدة بالكتابة. بعد ما تبادلوا الأرقام، هاد نقلنا لمرحلة جديدة تماماً. ما عادت الأمور مجرد حوادث عابرة، لا، صار في نية للتواصل، للمشاركة. وهون بلش التشابك الحقيقي بين القصة اللي عم تنكتب والقصة اللي عم تنعاش. عم ينمو سوا ومعتمدين على بعض. وهون الأمور بتاخد منحى أعقد شوي ومثير أكتر. بالمكتبة جملة رهف: كل مرة نحكي بلاقي مشهد جديد بيستحق ينكتب. هون عم تكشف بصراحة كيف تفاعلاتهم صارت يعني مادة خام فورية لشغلها. بس الملفت هو الخوف اللي رافق هالشي. خايفة نحن نتحول لقصة. يعني هاد مو بس خوف من فقدان السيطرة على السيناريو، يمكن خوف من فقدان السيطرة على الواقع نفسه. إيه، ورد سليم. وليش الخوف؟ يمكن نكتب النهاية نحن سوا. هذا رد محوري جداً، فيه جرعة ثقة وممكن شوي سذاجة كمان. هل هو عن جد مؤمن بقدرتهم يحددوا مصيرهم سوا؟ أو بس كلام ليطمنها بلحظة قلق؟ فهاد بطرح سؤال جوهري بالنص: لوين ممكن الأفراد يقدروا يكتبوا نهايات قصصهم، خصوصاً لما الحياة والفن بتداخلوا بهالشكل؟ بس تماماً. يعني لما الواحد بفكر إنه ممكن يكتبوا نهاية مشتركة، بيجي المشهد الأخير وبيقطع هالخيط فجأة. مواجهة رهف لسليم تحت المطر الخفيف، وسؤالها المباشر: ليش ما ردت عرسالتي؟ صار لي يومين نطرتك. هذا خلق توتر حاد ومفاجئ. والنص بيقطع المشهد هون فجأة، بيترك كل شيء معلق بالهواء. هالنهاية المبتورة للمشهد بتحسسنا إنه التحكم اللي حكى عنه سليم كتير هش. فعلاً، القطع المفاجئ هاد أثره كتير قوي. فيعني المسار بلش بصدفة بريئة، اتطور لعلاقة عم بتغذي الإبداع وبتتغذى منه بنفس الوقت. بس فجأة تصطدم بأول عقبة حقيقية: الصمت، أو يمكن سوء الفهم. هالتوقف الحاد عند أول خلاف ببرزز هشاشة هالعلاقة اللي تشابقت مع النص. إذن شو اللي ممكن نستخلصه من هالمقتطفات؟ هي قصة عن البدايات العفوية، عن قوة الصدفة، بس كمان عن كيف ممكن هالبدايات تتعثر بسرعة كتير لما تواجه أول اختبار حقيقي. اختبار للتواصل، للالتزام يمكن. العلاقة اللي بلشت تشبه سيناريو واجهت فجأة نهاية فصل ما كانت متوقعة. وهاد بيتركنا مع فكرة أخيرة، فكرة لنتأمل فيها. هالتجربة بين سليم ورهف اللي بلشت كأنها سيناريو صدفة هي اللي كتبته، هل هي عن جد انتهت بسبب أول عقبة، أول صمت؟ أو يمكن هذا الصمت هو مجرد، خلينا نقول، حبكة فرعية بقصة أكبر لسه ما انكتبت نهايتها؟ والأهم، القصص اللي منعيشها، حتى هي اللي منحاول نكتبها بوعي، هل دايماً بتخضع للمنطق اللي منختاره لنهاياتنا نحن، ولا للحياة كلمتها الأخيرة دايماً؟ سؤال مفتوح. أهلاً ومرحباً. اليوم رح ندخل بتفاصيل نص بعنوان بين الفتور والوصل، قصة لم تكتمل. هذا تحليل مخصص بناءً على المصادر اللي وصلتنا.
رح نركز بشكل خاص على العلاقة بين شخصيتين، سليم ورهف، يعني كيف تغيرت علاقتهم من مسافة وفتور لمحاولة خلينا نقول إعادة التواصل. رح نشوف هذا الشيء من خلال مشاهد معينة بالنص. خلينا نبدأ من نقطة التوتر الأولى. المشهد الأول يعني فوراً بحطنا بجو المشكلة، فيه إحساس واضح بالبعد. بنسمع سليم عم بيقول حسيت إنك عم تبعدي، ورد رهف بيوضح قديش الفهم مختلف بينهم. أنا ما بعدت، أنت اللي ما فهمتني. المشهد بينتهي بجو من الفتور، وهاي الكلمة نفسها فتور كتير معبرة يعني عن البرود اللي دخل على العلاقة. بالضبط، وهذا الفتور مش مجرد زعل أو خلاف بسيط، هو يعني إحساس بالمسافة العاطفية لما يصير الحكي بين الطرفين صعب وتقيل. واللي بيلفت النظر هون هو كيف إنه حوار قصير ومباشر مثل هاد بجسد هالقطيعة. كل واحد عم بيشوف الأمور من وجهة نظره، صح؟ بناء على مشاعره، فبيخلقوا واقعين مختلفين تماماً. صحيح. وهي يعني فكرة كتير شائعة بالعلاقات. منفسر تصرفات الشخص الثاني من خلال افتراضاتنا ومخاوفنا نحن. تماماً. نقطة مهمة جداً. كيف إنه سوء الفهم مش بس نقص معلومات، لا، هو بناء تصورات مختلفة كلياً. بس يبدو إنه هالمسافة ما كانت نهاية القصة بينهم، مش هيك؟ الأمور أخذت منحى تاني بالمشهد الخامس، بمشهد إعادة الاتصال. فعلاً، هون منشوف تغيير مقصود. لقائهم بالكافيه ما كان صدفة محضة. جملة سليم كنت آمل تظهري فجأة فيها انتظار، بس الأهم هو القرار إنه يعبر بصراحة عن رغبته، بس بدي نكمل القصة. هي خطوة واضحة، يعني بدل ما يضل يستنى وبس، قرر ياخد خطوة إيجابية ليغير مسار العلاقة. يعني مش بس رغبة بالصلح، يمكن كمان وعي وإدراك إنه القصص فعلاً ممكن يتغير مسارها؟ هاد بياخدنا للمشهد الأخير اللي تم اختياره، المشهد السادس. تماماً، مشهد السطح تحت النجوم كأنه تتويج لهالقرار. المكان نفسه، يعني تحت السماء والنجوم، عادة برمز للأمل للمستقبل. إيه، بيعطي جو تاني للحوار. بالضبط، بيعزز طبيعة الكلام اللي دار بينهم. والحوار هون فعلاً محوري. رهف هي اللي بتبادر هالمرة، بتقول بتعرف شو؟ القصة ما لازم تنتهي. ورد سليم بيجي ليأكد هالفهم الجديد المشترك، لأنه نحن فيها، والنهايات خليها للناس يلي ما كملوا الطريق سوا. منشوف بالنهاية كيف تغير الجو، الضحكة الدافية، الموسيقى، كله بيوحي بفصل جديد. بالضبط، اللي بنشوفه هون هو كيف اكتملت الرحلة بهالمقتطفات، من الفتور وسوء الفهم للمرور بالرغبة الواضحة بإعادة الوصل للوصول لقرار مشترك. مش بس إنه يكملوا سوا، لا، كمان يتحدوا فكرة النهاية نفسها. كأنه عم بيقولوا نحن اللي بنكتب قصتنا، نحن بنختار كيف تكون نهايتها أو إذا إلها نهاية أصلاً. فالعلاقات هون بتظهر خلينا نقول عملية مستمرة، قصة بتتطلب جهد وتواصل. إذن ممكن نلخص الفكرة الأساسية اللي بتبرز من هالمقاطع إنها تحول من علاقة كانت ممكن تنتهي بسبب سوء الفهم لشراكة الطرفين فيها بيقرروا بوعي تام إنه يكملوا، ومش بس يكملوا، لا، يعيدوا تعريف معنى الاستمرار نفسه ويتحدوا فكرة النهايات الحتمية. صحيح، وهذا بيتركنا مع سؤال أعمق شوي للتفكير، سؤال جاي من روح النص. بحياتنا وبعلاقاتنا الإنسانية، شو اللي بيخلي قصة علاقة معينة تكون مكتملة أو غير مكتملة؟ وهل ممكن تكون النهايات اللي منخاف منها أحياناً هي بالحقيقة مجرد تحولات لبدايات جديدة لو شفناها من زاوية ثانية؟ فكرة تستحق التأمل.